السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا معكم المهندس السيد ناصر من السعودية القصيم. أحييكم. النهاردة هنتكلم عن توقع أوراق الفراولة. في أنواع كتير من التوقعات هنتناولها إن شاء الله بالتناوب على فترات بإذن الله. فلازم نركز مع الأعراض ونوع الفطر والمسمى. تمام. عندنا في الإصابة دي اللي هو بيكون توقع في منتصف الأوراق، ومائل إلى البنفسجي أو الإحمرار. ده عفن فطري مسؤول عنه فطر مايكروسوفلي فولغاريا. ده يعني بينتقل بعد كده إلى الثمار، لكن بطريقة محدودة، لكن هو بينتشر كتير في الأوراق. وده بينشط في الأجواء الحارة الرطبة. لما يكون عندك يعني لو زرع في صوبة بتكون عندك الرطوبة عالية زيادة. حضرتك يعني ان شاء الله عشان تتجنبه، او لما تظهر عندك الإصابة لا قدر الله عشان تقدر تتغلب عليه، فمحتاج انك تستخدم اوكسي كلورايد نحاس بمعدل 250 جرام لكل 100 لتر، وان شاء الله امورك طيبة. ويفضل انك تستخدم الرش مرة كل اسبوعين. طبعا في توقعات تانية بتظهر على الفراولة، وفي اعراض بتكون مشابهة لنقص العناصر، يعني زي كده. ده نقص في البوتاسيوم اللي هو احتراق اطراف الاوراق. ولازم حضرتك تحدد الاصابة كويس عشان تقدر تكافح وما تكلفش نفسك او تفقد قيمة المحصول. وان شاء الله هنتكلم عن باقي التوقعات في حلقات اخرى. نتمنى ما تنسوناش باللايك والشير. الله يجزاكم الف خير.